السلام عليكم احبابنا في الله، متتبعين ديالنا في هذه القناه. هذا تمناو او في هذه القناه هذه كنتمناو دائما يوصلكم في فيديو ديالنا في احسن الظروف وتستافدوا دائما معنا. كما ورينا لكم فيديو الفايت عن الرياضات او الاوتيلات اللي كيكونوا باثمنه رخاص، لان كما كتعرفوا الطبقه اللي بزاف كتبغي بحال هاد الفيديوهات هادو او كيعاونوهم باش يعرفوا الاثمنه وكنعرفوا المدن اللي نمشيو لهم. كما كتعرفوا مراكش مدينه سياحيه بامتياز، يعني كتعتبر اول مدينه في المغرب، يعني الرقم الواحد اللي فيها السياحه بزاف، ومدينه اللي مزيونه. المغرب ديالنا كامل زوين، غير يعني كمراكش مدينه سياحيه وفيها واحد الجو اللي هو كيفيدنا، كيفيد الجسم ديالنا، اللي هو واحد السخونيه اللي زوينه، اللي ما تسمعوش ان مراكش سخون وتقولوا راه ديك السخونيه بزاف. بالعكس، راه واحد الجو اللي هو رائع، راه كتشربوا الماء سبحان الله، يعني ما كتعرقوش، واخا كتعرقوا دغيا كينشوف سبحان الله واحد الجو اللي هو رائع. ما غاديش يفهموا هاد الهضره هادي غير اللي كيسكنوا في مناطق يعني ساحليه اللي كتكون قدام البحر وهذا. مهم مدينه مراكش كنعتبرها واحد مدينه سياحيه بامتياز. انا غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا، غادي نوريكم مطعم وغادي نوري لكم الوسائل اللي غادي تنقلوا فيها. مهم هذا الفيديو هذا غادي يكون واحد فيديو متكامل اللي غادي يعاونكم بزاف باش تعرفوا الاثمنه وتعرفوا الحوايج اللي هما يعني تقتصدوا فيهم. ممكن انها تديكم يعني غادي نعطيكم التجربه ديالي في هذا الفيديو هذا. بالنسبه الا مشيتوا في التران، يعني راه التران غير ما تمشيوش في الوقت اللي يكون عامر بزاف ويكون واحد الاكتظاظ، لان ديك الاكتظاظ يعني كيستريسي بنادم، ما كتحسش براسك مزيان. غير يمشيو في واحد الوقت اللي كيكون وقت مناسب، وقت اللي ما يكونش بزاف د الناس. كتركبوا في التران ديالكم كيكون مكليمي فيه الكليمه، وكتحسوا بالرحله اللي هي مرتاحين مزيانين ومريح جدا. واخا معك وليداتك، واخا معكم يعني واخا تكونوا بزاف بكم، كاين الغرف تما، كاين طواليت، كاين كلشي الحمد لله. مهم واحد وسيله اللي هي رائعه، واللي غادي يسافر في الطوموبيل ديالو الله يوصلوا على خير. مهم كلشي مزيان، غير هو كنتشارك معكم بالنسبه اللي بغى يعرف هذا الشيء كامل وياخذ فكره وياخذ تجربه. نتمنوا دائما الا كان الفيديو ديالنا كيفيدكم ما تنساوناش من زر اللايك والاشتراك في القناه باش هكذا توصلوا بكل جديد ودائما نفيدكم باذن الله. المهم هاد الرحله هذه الا مشيتوا في التران كما قلت لكم، اختاروا الوقت اللي يكون مناسب، ما يكونش عامر بزاف. وسائل من توصلوا لمحطه التران، الوسائل اللي تقدر توصلكم كاينين بزاف د الوسائل. انا نعطيكم وسائل كامله، كل واحد يختار داكشي اللي بغاه. بالنسبه الى مشيتوا في الطاكسي كبير كيديكم حتى لساحه الفنا 10 دراهم الواحد. مشيتوا بالطاكسي صغير راه داكشي اللي تماركا عليكم. مشيتوا كاينين هوندا، كاينين كما كيقولوا لهم سراق بلايص، حتى هما مزيانين، كلشي وسائل مزيانه. المهم غير توصلوا بخير وعلى خير. كاين واحد وسيله جديده اللي هي تيك توك كما كيقولوا لهم في مصر، يعني تيك توك واحد موتور صغير كيكون مغطي حتى هو مزيان. هو كيقول لكم داكشي اللي عطيتوني، يعني ما كيتشرطش عليكم، ولكن كتبقى الوسيله ارخص جدا اللي هي طوبيس او طرامبيه او كل واحد كيعيط لها الحافله. هاد الطرامبيه هادي غادي نعطيكم الارقام اللي تديكم حتى لساحه الفنا، يعني ملي كتركبوا من المحطه ديال التران حتى لساحه الفنا عندكم 4 دراهم الواحد، يعني وسيله اللي هي رخيصه. واخا تكونوا بزاف بكم ما كتقامش عليكم بواحد الثمن اللي هو يعني بسيط جدا. بالنسبه لهاد الحافله هذه او الطوبيس او الطرامبيه عندكم رقم 5 وعندكم رقم 14 و5 كتهزكم من محطه القطار حتى لساحه الفنا، يعني واحد الحاجه اللي هي مزيانه. بالنسبه ملي كتوصلوا لساحه الفنا كما شفتوا هنايا في هذه الساعه هذه كان الظهر الجمعه، يعني كتكون الدنيا خاويه، الناس مشات تصلي، الله يقبل من الجميع. بالنسبه وريت لكم تما غادي يكون واحد مهرجان ديال قناوه اللي غادي يتقام الجمعه والسبت والحد، 3 ايام ديال المهرجان، يعني غادي تكون الاجواء عاوتاني في شكل. بالنسبه تشاركت معكم هذا المطعم هذا اللي هو كذلك واحد المطعم اللي هو غزال، يعني الناس اللي خدامين فيه حتى هما غزالين، يعني تبارك الله عليهم الله يحفظهم. مطعم اللي بالاثمنه ديالو مناسبه، كاين ما ارخص من هذا الشيء. انا عطيتكم غير واحد المطعم اللي كيتواجد في ساحه الفنا، كيتواجد يعني في جميع الاوقات، لان كاينين في ساحه الفنا من العصر كيبداو الاكل تما، كيبدا ديك المأكولات اللي هي متنوعه في
في الكراسه اللي معروفين تما في ساحه الفنا، ولكن هذا المطعم كيخدم على طول يعني من الصباح حتى الليل. والاثمنه اللي هي مناسبه، انا خليت لكم كاع الاثمنه في المنيو اللي غادي تشوفوه، وقفوا الفيديو باش تشوفوا الاثمنه اللي هي مناسبه. انا وريت لكم تشاركت معكم الطنجيه ب 30 درهم، تاكوس 30 درهم، كذلك صحن ديال شلاضه ميكس 10 دراهم، فريت 10 دراهم. يعني اثمنه مناسبه، كتختاروا داكشي اللي بغيتو، والمعامله ديالهم اكثر من رائعه. فقط انا بغيت نشارك معكم هادشي كامل باش تستافدوا احبائنا في الله، لان هادشي كامل كنبغيو نشوفوه، كنبغيو نعرفوا، كنبغيو نشوفوا التجارب ديال الناس كاملين، باش هكذا نعرفوا من نكونوا غاديين ديك البلاصه نعرفوا كيفاش نسيروا امورنا او نتصرفوا. ان شاء الله يوصلكم على خير، كل واحد نتمناو ليه رحله ممتعه. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات خليت لكم الرياضات او الاوتيلات اللي تقدروا تاخذوهم يعني باثمنه اللي هي بسيطه. كاين مغلم ديكشي كما قلتوا، باني ما حطيت لكمش الاثمنه كتراوح ما بين 200 درهم، 250، 150 على حسب الفصول اللي مشيتوا لهذا الاوتيل او هذا الرياض هذا. وكاين ما اكثر كما قلت لكم، كاين 350، كاين 400 درهم، وكاين ما اكثر، كل واحد على قد جهده. المهم خليتكم على خير، ونتمنى هذا الفيديو يفيدكم كما فدنا حتى حنايا. كنشاركوا معكم التجارب ديالنا، نتمنى دائما ان الاستفاده في هذه القناه، وما تنساوناش دائما من دعائكم ومن زر لايك والاشتراك في القناه هكذا باش توصلوا بكل جديد. تبقوا على خير، الى فيديو لاحق باذن الله. عطله سعيده ان شاء الله للجميع.